السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا إن شاء الله قصة يا إخوان. مع الإضاءة الجديدة حبيت إني أقول لكم قصة من الآخر. قصة اليوم عن شخصية عربية سعودية نفتخر فيها، ولكن إن الشخصية هذه معروفة وما يحتاج إني أنا أجي أكثر وأقول لك متى ولد ومتى مات ومتى، لأنها أصلا هي معروفة. ولكن في قصة في حياته وتفصيله. القصة هذه عجبتني وشدت انتباهي وما في إقبال عليها كثير من الناس، يعني ما أتوقع أن في ناس سمعوها كثير، فعشان كذا حبيت إني أقولها لكم. في عام 1812 تحديدا في منطقة الأحساء، ولد لزعيم عائلة أو قبيلة العجمان اللي هو كان فلاح، ولد له راكان. راكان ابن فلاح ابن حثلي، هذا الرجل العظيم يلي سطر ملاحم تاريخية ضد الجيش العثماني أو ضد الاحتلال العثماني يلي كان من قبل العثمانيين على منطقة الأحساء. كبر ونشأ وترعرع راكان، وكان مختلف عن بقية أجياله، كان مختلف عن شباب أهل القرية يلي معه، كان مختلف باختلاف كبير جدا عن العجمان. على الرغم أن صفاته يقال أنه كان نحيف وقصير، ولكن لا مسك السيف ما كان يوقف قدامه أي جيش وأي رجل كان يتجرأ قدامه، كان شجاع شجاع. وخذوا معي هذه القصة. بعد ما ولد راكان وكبر تحديدا في عام 1845 قتل فلح اللي هو أبو كيراكان، فأستلم الزعامة عم راكان اللي هو أعتقد كان اسمه عزام. بعدها تقريبا ب15 سنة توفي، فمسك الحكم راكان. راكان يوم مسك الحكم كان مثله مثل أبوه وعمه يلي سبق نفس حكمهم، فكانت الدولة العثمانية تأتي إلى راكان وتعرف أن هذا زعيم قبيلة كبير وأبوه كان فلاح وعمه فتعرفهم، فعشان كذا كان تيجي عنده تقول له اسمع احنا قوافلنا يعني خلها تعدي منطقتكم ودوها للمنطقة الفلانية ورح نعطيكم عليها مكافأة مبلغ مالي. فوافق راكان، فكان هو يلي يطلع شخصيا على حملات العثمانيين وكان يمشي قوافلهم، وما حد كان يقرب قوافلهم لأنهم يعرفون أن راكان موجود على رأس الجيش، كانوا يعرفون راكان بن عثلين. ولكن العثمانيين في يوم من الأيام حسوا أن راكان مختلف لأن بدوا العثمانيين هم أصلا يختلفون في الحكم، لأن تغيروا ما عاد صاروا يعطون راكان مبلغ انه يحمي قوافلهم، تغيرت معاملتهم، فقال راكان لا وقفوا هنا، فغير معاملته راكان معهم على طول. انت تغير معاملتي انا اغير معاملتك، انت عاملني بالأسوأ انا عاملك بالرد، فغير معاملته راكان 180 درجة. فقالوا هنا العثمانيين لا وقفوا، لازم نوقف راكان عند حده، انا عارف راكان ونعرف شجاعته وقوته والجيش اللي معه ونعرف العجمان زين، عشان كذا لازم ندبر له مكيدة، لازم ان نخطف راكان سواء بالخيانة ولا بغير الخيانة، أهم شيء إن نخطف راكان، نبي نرتاح من راكان. فبدوا يفكرون وش يسوون. فقالوا لراكان إن تعال عندنا لك موضوع. فقام راكان خذ خيله وخذ 6 من أصحابه وتوجهوا إلى المنطقة العثمانية أو إلى الجيش العثماني، عشان بيناتهم كان اتفاقيات إن أنت تحمي قوافلي أنا أعطيك المبلغ الفلاني. لكن يوم وصل راكان، أنا قلت راكان زين إن شاء الله إني قلته، يوم وصل راكان اختلف هذا الاتفاق 180 درجة، فاختطفوا راكان والستة اللي معه. يقال هذه قصة، والرواية الثانية تقول إن لا والله بالخيانة والمكيدة قدروا إنهم يخطفوا الراكان، ما أدري صراحة أو وين المصدر الصحيح، ولكن أنت خذ يلي يدخل في بالك. عمومة اختطفوا راكان واختطفوا الستة يلي معه، خذوا راكان وانقلوه من الأحساء وطلعوا فيه إلى اسطنبول، ومن اسطنبول إلى صربيا إلى مدينة اسمها نيش على ما أعتقد. نيش كانت تابعة للدولة العثمانية 400 سنة تحت حكمهم، عشان كذا خذوه من اسطنبول إلى نيش من خلال البر ثم البحر ثم وصل إلى صربيا. يوم وصل إلى صربيا حطوه في قلعة، والقلعة هذه فوق كان في سجن، السجن هذا يطل على ساحة معركة، ساحة المعركة هذه كان يتقاتل فيها الجيش العثماني والجيش الصربي، وكانوا معطونا زي المنظار أو ما أدري وش اسمه أو مثل ما تسمونه أنتم،
يتابع في المعركة. كان يشوف راكان المعركة. راكان كان ينتبه إن لما تقابل الجيش العثماني والجيش الصربي في حفرة في النص. الحفرة هذه يستطيع فارس من الصرب كان ضخم وأسود البشرة إنه ينط من فوق هذه الحفرة ويروح إلى الجيش العثماني فيقتل فيهم مجازر ويرجع ثاني مرة. راكان هنا كان يتابع هذا الحدث وكان يعني يناظر بشرها إنه ما حد قدر ينازل هذا، ما حد قدر يقابله. صحيح إنه يجتمعوا عليه رياجي 2 3 4 ويخلصون، ليه ما حد قادر يقابله؟ هم اصلا خايفين من هذا. وكل ما ينزل يقتل فيهم ويرجع ثاني مره، وكل ما ينزل يقتل فيهم ويرجع ثاني مره. ترى كان الموضوع هذا غريب ما يسكت عنه. كان في ضابط اسمه حمزه. حمزه هذا مخصصينه انه يخدم راكان. في كتاب معروف في كتاب العجمان ان الضابط هذا حمزه مذكور في كتاب العجمان انه هو اللي كان يعني اللي يخدم راكان، اللي يصب له واللي يخدمه، وكانوا يقولون يعاملونه معامله حسنه جدا ان هذا راكان بن حذلين. عموما فيقول حمزه انه لما يجي يقدم الراكان اي شيء مثلا اكل ولا قهوه، كان راكان يقول له انه وش قاعد يصير؟ خلوني انا اللي اقابله. كلم السلطان عبد الحميد اللي هو سلطان الدوله العثمانيه، قال انا ما ادري، قال كلمه. راح هذا الشخص اللي هو الضابط وراح عند السلطان عبد الحميد وقال له ان راكان بن حذلين يقول يبي يقابل هذا الفارس. فقال مستحيل، انت شايف راكان نحيف وقصير شلون بيقدر على هذا فارس الضخم الاسود؟ قال راكان بن حذلين فارس، قالوا حتى لو انه فارس هذا ما قد شفت اشجع منه، فعشان كذا بندبر له مكيده. وكل ما ينزل فيهم كان يقتل فيهم هذا الفارس الاسود. فكان راكان يزن على هذا الضابط ويروح عند السلطان عبد الحميد يقول له راكان بن حذلين يقول يبي يقابل هذا الفارس. فعلا قال السلطان عبد الحميد خلاص هو بيقابله، خلوا يقابله. فوش شروطك يا راكان؟ قال شروطي انكم تعطوني خيل، ولكن الخيل انا اللي اختاره. قالوا موافقين، تعال شوف الاسطبل عندك. فراح الاسطبل، فكان كل ما يروح يصيح او يسهل 3 يسهل هو مو بخيل، فكان يصيح 3 مرات الا لما يسهل الخيل فيعود ثاني مره الى القلعه. 3 ايام او 4 ايام هو على هذا الحال، الى ان حصل ان في فرس هذا جاهز او خيل جاهز له. فاخذ هذا الخيل قال اعطوني من السلاح اللي كان سيف او رمح ما نختلف. فاخذ السلاح وخذ الخيل وجاء اليوم الموعد. اصطف الجيشين، الجيش العثماني والجيش الصربي. فطلع وبرز الاول راكان بن حذلين. فجاء وبرز انت يا الصربي يا الضخم والاسود البشره، فجاء وبرز الراكان. فصار بيناتهم قتال. فكان الصربي متفاجئ من طريقه قتال راكان، يحس ان هذا الرجل شجاع فعلا هذا الرجل شجاع. فكان يقاتل بشجاعه راكان بن حذلين، هذا يقاتل وهذا يقاتل، الى ان قال انا وش جابني مع هذا البليه؟ يعني مواصفاتها انت لما تيجي تقارن هذا اسمر وكبير كبير البشره كبير البنيه وهذا كان نحيف، فما في تطابق. اكيد الكفه هذه راح ترجع، ولكن ما قدر على راكان. فقرر انه يعود بخيله انت يا هذا الرجل الصربي وينقز من الحفره يروح الجيش الصربي. ولكن يوم نقز راكان الحقه ما خلى، نقز وراه الى ان وصل قبل لا يوصل الجيش الصربي. فاختطف هذا الرجل، اختطفه اسره وحطه على سرج خيله وطلع فيه الى الجيش العثماني. فجاء عند السلطان عبد الحميد قال هذا هو ما لبسته، سووا فيه اللي تبونه. هو يبيها الشجاعه، هنا الشجاعه تكمن، حنا العرب هنا الشجاعه تكمن. فجاء السلطان عبد الحميد قال انت ما قصرت يا راكان، والطيب لازم نبادلها بالطيب، وش تبي؟ قال بيك تفك اسري وبيك تعطيني الدهناء والصمان. قال وش الدهناء وش الصمان؟ اعطوني ناس تفهم في هذه الامور. فجابوا له ناس من الدوله العثمانيه او عثمانيين يخاطبون السلطان عبد الحميد. قالوا له ان هذه مدينه وزي كذا او هذه بلده صحراء قاحله ولكن ترعى فيها المواشي، بدوا يعطونا المواصفات. فاكتفى السلطان عبد الحميد ان يفك اسر بن حذلين. ولكن بعد ما فكه تقريبا مكث 7 سنوات، تقريبا 1877.
فجاء ابن حذلين، خذ ما أعطاه من السلطان عبد الحميد من مكافآت، قال له إذا مكثت عندنا في إسطنبول ترى راح نعطيك من المال وراح نرفعك، لأنك أنت رجل شجاع في النهاية، أنت رجل سويت شيء لم يسويه أحد من قبلك، أنت رجل شجاع صراحة، فعشان كذا اجلس عندنا في إسطنبول راح نعطيك ونرفعك مقام. قال لا لا، أنا ربعي ينتظرون. قال خلاص الله يستر عليك. فأعطوه جمل حمل عليه كل شيء وطلع متوجها إلى مكة، اعتمر وراح للمدينة، وصلى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم راح لحاله لأن زوجته كانت موجودة هناك. في يوم راح عرف أن زوجته تزوجت بعد أن أتاها خبر أن راكان توفي، غاب راكان 7 سنوات وهو في الأسر، فقالوا له إن زوجتك تزوجت عليك. حزن شديد، وكتب فيها أبيات جميلة جدا كان يشكي فيها إن ليش ما انتظرتي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عود راكان إلى مدينته، وكانوا فرحانين فيه العجمان ورفعوه مناصب، سيرة عظيمة جدا. مات راكان ولكن بقيت سيرته موجودة إلى يومنا هذا، لم تندثر. وصحيح أنه الحين تحت التراب، ولكن سيرته لا زالت تمشي بينات الناس. معروف راكان بن حثلين. راكان بن حثلين توفي تقريبا في عام 1892 في جبل موجود على ما أعتقد في الحساء. شخصية عظيمة جدا يجب أن نذكرها في كل سنة مرة واحدة، لأن هذا الرجل فعلا يستحق الذكر. تواجه على خير إن شاء الله. سلام.